ماهر همام تمنى أن يكون الشكل الهجومي للأهلي أفضل في المباريات القادمة. همام طالب بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الانتقالات الشتوية، والاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب الذين ليس لهم دور واضح. همام يتوقع رحيل أشرف داري عن صفوف الأهلي لكثرة إصاباته، معتبرا أنه الأقرب للخروج من قائمة الأجانب. ياس تورب استبعد محمد شريف وكريم فؤاد وإمام عاشور وحسين الشحات من قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة. الجهاز الفني للأهلي بدأ تجربة اللعب بمهاجم وهمي تحسباً لغياب جراديشار المهاجم الوحيد حالياً. حساب الأرقام والإحصائيات على موقع أكس نشر أرقاماً تؤكد التفوق الكاسح لوسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق على فاستن مايلي. بيراميدز فاز بسهولة على فاركو 2-0 ولديه فرصة ذهبية لتصدر الدوري بعد لعب مبارياته المؤجلة. بيراميدز هو أقل الفرق إضاعة للنقاط حالياً، يليه الأهلي ثم سيراميكا. الأهلي وجه الشكر رسمياً لأمير عبد الحميد بعدما رفض ياس تورب تواجده في الجهاز المعاون كمساعد لمدرب الحراس. ياس تورب يخشى حدوث أي إصابات جديدة قبل مباريات السوبر، ويدرس التدوير بين عناصر الفريق. هناك إقبال متوسق من الجماهير على شراء تذاكر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري في الإمارات بسبب موعد المباراة. الأهلي استقر على السفر إلى الإمارات في 3 نوفمبر القادم لخوض منافسات كأس السوبر المصري. تذكرة طرح التذاكر مباراة العودة بين الأهلي وإيجي النوار بأسعار تبدأ من 75 جنيها وتصل ل 750 جنيها. وكيل المهاجم الدنماركي ألكسندر ليند المحترف بالدوري الإيطالي نفى وجود مفاوضات مع الأهلي، مؤكدا أن اللاعب لا يفكر في اللعب في إفريقيا. الأهلي يكذب الشائعات حول عرض 2 مليون دولار على أليو ديانج لتجديد تعاقده، ويؤكد رغبته في التجديد، لكن الأرقام المتداولة بعيدة عن المعروض. غزل المحلة أعلن تجديد تعاقد يحيى زكريا لمدة 4 مواسم بعد وعده ببيعه في يناير حال وصول عرض مناسب. سيد عبد الحفيظ يخطط لغربلة ملف الأجانب في الأهلي برحيل لاعب على الأقل في يناير لضم مهاجم قوي، ورحيل لاعب أو لاعبين آخرين نهاية الموسم. الأهلي رفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع فيستون مايلي مهاجم بيراميدز بسبب الراتب الضخم الذي يطلبه وعامل السن. وكيل محمود بن طيج ظهير أيسر الزمالك نفى تواصل الأهلي معه بشأن اللاعب، مؤكدا التزام اللاعب بعقده. إسلام الشاطر تسبب في احتقان زملكاوي كبير بعدما تحدى الزمالك، وأكد أنه لا يمكنه الرد على صفقة زيزو والتعاقد مع أي لاعب من الأهلي مباشرة. الأهلي ينتظر نزول أحمد عبد القادر في مطالباته المالية المبالغ فيها لحسم مسألة تجديد عقده قبل انتقالات يناير. المصري البورسعيدي يفضل التعاقد مع حمزة علاء حارس الأهلي الشاب على محمد عواد بسبب مطالب عواد المبالغ فيها. منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا في ديسمبر، وهناك مفاضلة بين مالي والكاميرون لمواجهة أحدهما استعدادا لكأس الأمم الإفريقية. عدي الدباغ يتعافى من الإصابة وينتظم في تدريبات الزمالك قبل مباراة الدكاداها الصومالي. الزمالك تلقى استفسارا من أحد أندية قطر عن مطالبه لبيع حسام عبد المجيد مدافع الفريق في يناير القادم. سيف الجزيري يرفض الرحيل للدوري الليبي ويتمسك بالاستمرار في الزمالك لنهاية تعاقده. أمير عبد الحميد شكر الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ومجلس الإدارة بعد توجيه الأهلي للشكر له، وأكد أن النادي الأهلي كبير وسيظل كبيرا. أمير عبد الحميد ذكر أن المدرب ياس ثورب أثنى على أدائه، لكنه رفض وجوده لرفضه كثرة العدد في جهازه المعاون. ياس ثورب قال لعبد الحميد: سنتعاون مستقبلا، ووصفه بأنه مدرب متميز إنسانيا وفنيا ويشبه فايلر في الشخصية وجوزيه في التعامل النفسي. أمير عبد الحميد أكد أن علاقته بمحمد الشناوي قائمة على الاحترام، وأن الشائعات عن صعوبة التعامل معه لا أساس لها من الصحة. الشناوي ومصطفى شوبير تحدثا مع عبد الحميد وكان يرغبان في استمراره. أمير عبد الحميد يرى أن عودة حمزة علاء مكسب كبير للأهلي.